السلام عليكم الإخوان الكرام، مرحبا بكم في دي ماتش دي برو. اليوم غادي نكمل على التوقعات ديالي المتواضعة ديال نصف نهائي كأس أفريقيا 2025. نبداو بالمنتخب المصري اللي تأهل ضد ساحل العاج بأداء زوين، ومبروك عليهم التأهل. الصراحة مصر في الماتش كانت دفعت مزيان واستغلوا الأخطاء ديال الخصم. مصر معروف عليها الخبث الكروي، يعني كيعرفوا كيفاش يتأهلوا. أنا في الفيديو اللي داز كنت كتوقعهم ما يدوزوش النصف من مي مي عندهم مدرب ذكي. انا لما كنحماش في مصر فاش كيحسوا بالخصم بدا كيضغط كيحاولوا يقتلوا داك الريتم، كثرة الطياح، وهذا الشيء هو الخبث الكروي بالنسبه ليا. مي على العموم مبروك عليهم. اما بالنسبه للسنغال، هي فرقه واعره، وكيجينا كيعرفوا يبنيو بسرعه عكس الساحل العاج اللي كانوا ضاغطين بزاف مي الهجمات ديالهم كانت ثقيله. المهم، انا كنتوقع مرور السنغال، بحكم انها عقدة مصر لانها دات لها نهائي كاس افريقيا، وبحكم ان السنغال منتخب منظم واسرع. مصر تقدر تأهل الا داروا نفس اللعب وعرفوا يسيروا الماتش، فيقدر يتأهلوا. ودابا غادي ندوز للمنتخب المغربي ونيجيريا، ولكن قبل هذا الشيء غادي نحل واحد القوس وندوي على مشجعين المنتخب الجزائري. داكشي اللي شفنا منهم ماشي روح رياضية الصراحة. حنا الحمد لله كبرنا بهم بلادنا وعاملناهم كإخوة. الشي اللي درنا معاهم عادي، حيت ديما كنديروه مع أي ضيف في المملكة المغربية، حيت هاد الضيافة كاينة في الثقافة المغربية، ما كنتعداوش على حتى واحد. وهادشي علاش العالم الحمد لله كيحبوا المغرب، ماشي حيت كنعبدو الأجنبي، ولكن حيت التربية ديالنا الحمد لله أحسن من بعض الدول. حنا متفتحين، كنعاملوا اي واحد كانسان. شفنا من بعد المباراة ديال نيجيريا كيقولوا بان التحكيم، خسروا بالتحكيم وحنا اللي كنعتبروا هذاك الشيء. والله اغلب الشعب المغربي بغاو تقريبا يلعبوا مع الجزائر في النصف، حيت فريق اضعف من نيجيريا. والجزائريين كيقولوا اننا عطينا الفلوس. واش عمركم شفتوا شي واحد كامل القوى العقلية يطلع منتخب قوي جدا باش ينافس المنتخب المغربي؟ مع كامل احترام لبعض الفئة الجزائرية اللي قلبهم زوين وعرفوا بأن منتخبهم ما كانش كيستحق التأهل حيت داروا لعب ضعيف. وبالنسبة للشخص اللي بان في فيديو أنه تبول حشاكم في الملعب، ما مربيش. حنا عرفنا أنه لم يتبول، ولكن ممكن الصراحة يتبول حيت الأغلبية عندهم الاي كيو طايح بزاف. ما عرفش واش دارها باش يجمع المتابعين ولا بغى يمس بالتنظيم الرائع اللي درنا. المهم ما بغيناش هاد الفتنة الصراحة، ولكن نتوما عبرتوا على الحسد اللي فيكم، اللي زرعوا لكم في الإعلام الجزائري للأسف. الله يهديكم. المهم نرجعوا للتوقعات. الصراحة كنت نتوقع المغرب يدوز حيت ضد الكاميرون درنا أداء ممتاز وبانت الهوية ديال المنتخب ديالنا. نيجيريا فريق قوي، آه، لكن الجزائر كانت أضعف، والمغرب كيعرف يصارع كبار الكرة. هادشي ماشي عاطفة، لكن الواقع المنتخب ديالنا قوي تبارك الله، ونتمنى من الركراكي انه يزيد يكمل على الخدمة ديالو، خصوصا اللي شفنا ضد الكاميرون. الركراكي الا مشى حتى ماركا عليك صعيب بزاف ترجع عليه. لكن الا نيجيريا سبقت البيت ممكن الركراكي يوحل تكتيكيا. ما نتمناش هادشي، ونتمنى من كاع اللاعبين يتقاتلوا كيف ديما، ودياز يكون سوبر ستار في هذا الماتش ان شاء الله اذا طلعنا النهائي الكاس ديالنا ان شاء الله. شكرا على المشاهده. الى عجبكم التحليل لهذا النصف النهائي ما تبخلوش بسبسكرايب وتعطيونا اراء ديالكم، وشكرا.